واحد الليله والشتا كطيح، الناس كاملين داخلين لديورهم كيتفرجوا في شي مسلسل ولا ناعسين، وصوت الرعد كيتسمع برا في واحد الحي شعبي. الزنقه كانت خاويه، الحوانت كلهم مسدودين، الحريفيه حتى هما. الزنقه غالب عليها السكات، صوت واحد اللي كيتسمع هو صوت الشتا، ومره صوت الرعد. وسط هاد الاجواء ديال الظلام والسكات بانت واحد المراه هزه واحد الوليد صغير، كتشوف في اليمين وفي اليسار بحال خايفه من شي حاجه ولا تابعها شي واحد. شدات الوليد الصغير اللي في عمره ما كاملاش حتى 2 سيمانات وحطاتو قدام مول الحانوت اللي كان ساد ديك الساعه، وخلات الدري الصغير كيبكي وحتى واحد ما كيسمعوه وحتى واحد ما قادر يعتقو. المراه غبرات، الولد بقى في بلاصتو حتى الفجر. خرجوا الرجال يصليو، الظلام باقي طايح، المؤذن كيأذن وصوت الوليد مازال كيتسمع. 2 ديال الرجال كبار في السن حتى هما غاديين يصليو صلاه الفجر، دايزين من ديك الزنقه وسمعوا صوت داك الوليد كيبكي. ما فهموا والو، في الاول ما عرفوش الصوت منين جاي، ولكن ما حدهم كيقربوا حدا مول الحانوت والصوت كيتجهد. بانت ليهم بحال شي خنشه محطوطه. قربوا ليها، طلوا لقاوها قفه وسطها دري صغير كيبكي بوحدو في داك الظلام في ديك الشتا وداك البرد، وحتى واحد ما كيسمعوه. الرجال ما فهموا والو، بقاو كيسولوا شكون هذا الولد، شكون اللي حطوه هنا وشنو خاصنا نديرو. لقاو حل واحد وما يعيطوا للبوليس. اتصلوا بالبوليس، جاو رجال الامن حقوا مع الرجال اللي لقاو الوليد وخداو الوليد للخيريه. في هذا الوقت اللي انا كنعاود لكم هذه القصه ما كانوش الكاميرات باش يرجعوا ويشوفوا المراه اللي حطاتو. داكشي علاش الولد ما عرفوش شكون اللي جابوه لتما ولا شكون اللي حطوه لتما ولا شنو هي الظروف اللي خلاته يكون في ديك الزنقه في داك الموقف. الوليد الصغير مشى للخيريه، قابلوه ورعاوه حتى بدا كيوقف على رجليه ويلعب. الوليد دار 4 سنين والبراءه ديال الاطفال كتبان على وجهه، وهو ما عارفش انه راه في خيريه وانه ما عنده لا والدين لا حتى واحد. غتسولوا راسكم واش ديك المراه اللي حطاتو هي ماماه ولا تسرق لماماه وتحط تما؟ هادو اسئله بغيتكم تطرحوهم مع راسكم، ولكن باش نجاوبوا عليهم خاصنا نسمعوا القصه كامله. الوليد كيف قلت لكم بدا كيكبر في الخيريه، دخل يقرا وبدا يتعلم يقرا ويكتب وسط صحابه الوليدات اللي حتى هما ما عندهم لا حنين لا رحيم. هاد الخيريه كان فيها واحد المدير سميتو السي عبد السلام. السي عبد السلام كان رجل طيب، كان كيعتبر دوك الوليدات بحال وليداتو ولا اكثر، كان ديما تيحن فيهم وكيتبعهم في قرايتهم، كان عارف المسؤوليه اللي معطيه ليه. كان ديما كيقول انه دوك الوليدات هما السبب باش يدخل للجنه، داكشي علاش كان كيعتني بهم، وكان بعض المرات كيعطي من جيبو باش يكونوا هما فرحانين. اللي وصل عيد ميلادو كيحتفل به، اللي نجح في شي قسم كيحتفل به، اللي طاح كيبكي معاه ويداويه. السي عبد السلام كان مهتم بهم بحال ولادو. نرجعوا للبطل ديال القصه ديالنا اللي هو ياسين. سماوه ياسين، سماتو لاله حليمه، هي المربيه اللي قبطاتو في اول مره وصل للخيريه. ياسين بدا كيكبر ما بين صحابه لاله حليمه السي عبد السلام المدير ديال الخيريه. ياسين كان ذكي، كنتي تقدر تميز بينه وبين صحابه غير بالذكاء ديالو والاسئله اللي كيطرح. ديما اسئلته كبر منه، كيبغي يعرف الحاجه كيفاش كتخدم وعلاش كتخدم. هادشي لاحظوه الاساتذه ديالو، داكشي علاش خلاوه يبين على القدرات ديالو. ياسين وصل للكوليج الاعدادي وكان ديما الطموح كيبان في عينيه. مره كان السي عبد السلام المدير ديال الخيريه كيعيط ليه يجي عنده للمكتب ديالو ويدي ويجيب معاه في الهضره. تما فهم السي عبد السلام ان ياسين عنده طموح كبير. فاش كان كيسولو السي عبد السلام شنو بغيتي تولي فاش تكبر، كان ياسين كيجاوبو وكيقول ليه انا بغيت نكون اي حاجه الا نتخلى على ولادي. ياسين هنا بدا كيفهم انه متخلى عنه وانه ماشي بين عائلته، ولكن عمره ما حس باللي دوك الناس اللي دارين به لاله حليمه السي عبد السلام وصحابه اللي كيقراو معاه والاساتذه انهم ماشي عائلته، حيت فيهم حل عينيه. ياسين كان واعي بهذا الشيء وكان كيحس بالحب اللي كيصيفطوه ليه، وحتى هو كان كيبادل لهم نفس الحب. واخا هكاك اليتيم كيبقى يتيم، ديما كان كيحس براسو بوحده واخا دارين به الناس. العائله ما كيعوضها حتى واحد، وبحال ياسين كاينين بزاف. كمل قرايته ياسين وكمل العيشه ديالو في الخيريه، مره فرحان مره كيبكي مره كيسول اشنو كندير انا هنا، وخصوصا فاش كان تيخرج للزنقه وكيشوف ناس اللي مع والديهم وكيسول راسو باش كيحسوا دوك الناس اللي عندهم والديهم قراب ليهم حاضنينهم ما لاحوهمش. ياسين واحد النهار جلس مع لاله حليمه المربيه ديالو وسولها شنو هي القصه ديالو. جاوبته لاله حليمه انها على حساب ما عرفات من عند البوليس ومن عند الناس اللي لقاو انه تلقى في واحد الزنقه في واحد الليله تطيح فيها الشتا. البوليس جاو ما لقاو حتى خبر على اللي حطو، وبقى الملف مفتوح هاد السنوات كلها، وحتى لهاد النهار ما عرفوش شكون اللي حطو ولا شكون هما والديه. ولي سوء الحظ كيف قلت لكم ما كانوش حتى الكاميرات اللي يثبتوا ولا يبينوا لنا شكون هي ديك المراه اللي حطات ياسين في ديك الزنقه. ياسين حس براسو بعيد بزاف باش يلقى والديه، حيت ما كاين حتى دليل حتى لدابا انه يقربوا ليهم ولو غير شويه. اللي عنده واللي في راسو
واللي قالت ليه لاله حليمه هو انه مراه وحطاتو، كيفاش غيدير يلقى هذه المراه، كيفاش غيدير يوصل ليها. وحتى الرجال اللي لقاوه ما عمرهم شافوا هذه المراه، لقاوه بوحدو من بعد مده ما حطاتو المراه. ياسين كبر، خدا البكالوريا ودار 17 سنه، ولا شاب قادر يعبر على رايه، وكان عزيز عليه المسرح، كان كيدير ورشات ديال المسرح في الخيريه اللي هو جالس فيها. وعلاش اختار المسرح؟ ياسين كان كيقول ديما ان المسرح به كيعبر على داك الشيء اللي عنده لداخل، كان كيحاول يخرج ديك الطاقه ودوك الاسئله اللي ما لقاش ليها جواب. من غير ان ياسين كان ذكي، كان موهوب، كان كيعرف يهضر ويعرف يقنع. ياسين دار 18 عام ودار لاكارت ناسيونال، وصل للسن القانوني. فرح ياسين وحسب راسو ولا انسان مسؤول، ولكن ماشي ديما الحياه كدينا لداك الشيء اللي كنا باغيين ولا كتوصلنا لطموحنا. واحد النهار هو جالس في الخيريه مع صحابو مجمعين كيديو ويجيبوا في الهضره، جات عنده الكاتبه ديال المدير سي عبد السلام وقالت ليه ياسين تكلم لسي عبد السلام راه بغاك في المكتب ديالو. ياسين كيف العاده وحيت كان عزيز عليه السي عبد السلام مشى فرحان ومتحمس لعنده المكتب ديالو. دخل عنده، اول ملاحظه لاحظ هو ان السي عبد السلام ما شافش فيه، كان معبس وبحال معصب ولا مقلقاه شي حاجه. ياسين دار راسو ما شاف والو ما لاحظ والو وبقى واقف حتى قال ليه السي عبد السلام ياسين جلس ياسين هو كيدور ليه في راسو 100,000 سؤال. علاش عيط ليا؟ شنو واقع؟ عمرو ما استقبلني بحال هكا، هو بحال بوانا، وفاش كندير شي بساله ولا شي كعيا كيجي عندي وكيقولها ليا، وبالعكس كيغوت عليا. او مالو ساكت، مالو معصب، ياك ما درت شي حاجه هاد المره فايته الحدود. السي عبد السلام ما قدرش حتى يشوف فيه، ولكن ياسين كيشوف فيه وكيشوف في عينيه ان السي عبد السلام متردد باش يقول ليه شي حاجه، والاسئله باقا كتطرح على ياسين. ولكن اخيرا السي عبد السلام هضر ونطق وقال لي ياسين اسمع ولدي، انا هاد النهار كنت عارفو غيوصل واحد النهار، ولكن كنت ديما كنخويه من راسي وما كنبغيش نفكر فيه. انت ولدنا وولد هاد البلاصه. ولكن ياسين ما فهم والو. مال السي عبد السلام علاش كيقول لي هاد الهضره؟ السي عبد السلام كمل هضرته وقال ياسين جا الوقت فين غتمشي من الخيريه وتخرج من الخيريه لانك وصلتي للسن القانوني. ياسين بحال خويتي عليه الماء بارد، تصدم، ما فهم والو، ما كانش داير بحساب هاد النهار، بغى يهضر لسانه تقال. ولكن السي عبد السلام كمل هضرته وقال انا تايق فيك ولدي، انت ذكي وغتمشي بعيد، وانا هنا فوق ما بغيتي نعاون، الا ضاقت بيك رجع لعندي ونلقاو الحل. ياسين بقى مبلوكي ما فاهم والو، ولكن بدا كيستوعب شويه بشويه. هضره السي عبد السلام منطقيه، كان غيجي واحد النهار ياسين غيخرج من الخيريه، ولكن ياسين كان عاجبو الحال تما، عمرو فكر في هذاك النهار. السي عبد السلام قال ليه عندك 3 ايام وغادي تخرج ان شاء الله. ياسين ما فهم حتى حاجه، خرج من المكتب ديال السي عبد السلام ومشى لبيته ورجليه تقال عليه. صحابو لاحظوا هذا الشيء، شافوا ياسين مبدل، ماشي داك الدري الحركي اللي كيهضر وكيسول كلشي كيسولو مالك، دار فيهم وقال انا غنمشي ويمكن عمرنا غنعاودو نتلاقاو. صحابو حتى هما ما فهموا والو. ياسين جمع حوايجو، داز 3 ايام وجا النهار اللي غادي يخرج من الخيريه اللي دوز فيها 18 سنه، اللي حل فيها عينه، اللي لعب فيها، اللي ضحك فيها، واللي عنده فيها ذكريات ما عندوش في بلاصه اخرى. عنده فيها ناس، عنده فيها اصدقاء اللي لعب وكبر معاهم، اللي هما بمثابه خوتو حيت كبروا مع بعضياتهم، وعنده فيها لاله حليمه اللي رباتو وكان كيعتبرها هي امو الحقيقيه. ياسين خرج من الخيريه، سلم على كل شيء وهو ما عارفش راسو فين غادي يمشي، والاسئله هجمات عليه. تالف وصل المدينه الكبيره. ياسين مشى جلس في واحد القهوه وبدا كيفكر شنو غندير، واش نقلب على خدمه ولا نقلب على فين نسكن. السي عبد السلام كان عطاه شي بركه باش يكري ويبدا حياته. قال اول حاجه هو خاصني نلقى فين نسكن. بقى كيسول على الكرا، ولكن الفلوس اللي عنده ما غتقدرش تكري ليه دار كبيره. ياسين اللي قادر يكريه هو بيت فين يتخبى ويواجه الحياه. ياسين بقى كيقلب على الكرا، تلاقى بهذا وبهذا، وراو هنا وهنا حتى لقى واحد البيت وكراه، ولكن المشكل ما تحلش. ياسين دابا عنده فين يسكن، ولكن الفلوس اللي عنده ما غيقدروا يعيشوا حتى شهر. ياسين قرر باش يقلب على خدمه وخرج الزنقه وتوكل على الله. سول هذا وهذا، مشى للقهاوي يطلبهم واش خاصهم شي سرباي، مشى للمطاعم كيقلب واش خاصهم شي واحد ينظف في الكوزينه. ياسين الغلط اللي دار هو انه ما تعلمش حرفه، داكشي علاش كان صعيب عليه يلقى خدمه. بقى كيدور في المدينه الكبيره، وديك الوحده اللي كان كيحس بها هو في الخيريه تضربات في جوج، حيت دابا ياسين بصح ولا بوحدو، لا حنين لا رحيم. كان كيرجع للدار وهو ما لاقيش خدمه، محبط، وفي عقله ديما كيفكر في لاله حليمه، السي عبد السلام، والذكريات اللي خلا في الخيريه. كان كيبتسم، كيبكي، كيتحسر، وكينوض الصباح كيجمع القوه ديالو، كياكل اللي كتب الله ويخرج يقلب على الخدمه. 5 ايام هو كيقلب ما لقاش. اللي مشى عنده كيقول ليه انا ما محتاجش خدام، سير حتى نعيط لك، شنو كتعرف دير؟ والو، انا خاصني شي واحد كيعرف يدير شي حاجه. ياسين عنده غير جهدو وكتافو وعنده الله سبحانه وتعالى. بقى على هذا الحال 5 ايام، النهار السادس وبقات في جيبو غير 2 دراهم ولا 3، يعني ما عنده باش يخلص لا كرا لا ما ياكل لا حتى حاجه. ياسين دايز من واحد الزنقه، بقى
بقى عنده داك النهار خاصو يخدم في داك النهار. سمع واحد الصوت ديال واحد الماكينه كتنجر، دور وجهه بان ليه واحد النجار مشغول في الخدمه ديالو. قرب ليه ياسين وبقى كيشوف وكيراقب شنو كيدير. النجار هز عينو وقال ليه ياك لاباس اولدي. قال ليه ياسين بلا ما يتردد وبلا ما يفكر واش خاصك شي خدام. النجار اللي هو السي علي حريفي، نجار معلم وكلشي كيعرفو، السوق كله كيشهد ليه بالحرفه ديالو، عنده كليان كبير. جاوبو وقال ليه واش انت نجار؟ ياسين خرج عينو فعل السنطيحه وجمع القوه وقال ليه اي انا نجار. ياسين ما فكر في حتى حاجه واحده اخرى من غير انه يخدم. السي علي النجار قال ليه مرحبا ولدي زيد نجربو. ياسين ما كيفهم حتى حاجه في تنجارت، عمرو سمع بها ولا قبض حتى المنشار في يده. ياسين دخل المحل ولبس الطابليه ومشى قرب من السي علي. السي علي بدا كيسول شحال من عام وانت نجار؟ ياسين تبلوكا ما فهم والو، ما قدر يقول حتى كلمه. السي علي لاحظ ان ياسين ارتبك وعاود سولو واش انت حريفي ولا غير متعلم؟ ياسين عاوتاني ما قال حتى كلمه. هنا السي علي فهم ان ياسين ما بينه وبين النجاره غير الخير والاحسان، دار فيه وقال ليه واش بغيتي تتعلم الحرفه؟ ياسين فرح، فهم ان السي علي عرفو ماشي حريفي وما عرفش شنو هي تنجار، ولكن بغى يعاونو باش يخدمو. وهو يجاوبو ياسين انا بغيت نتعلم الحرفه. السي علي النجار عيط للخدام ديالو وقال ليه هذا ياسين بغيتك تعلمو الحرفه من الاول حتى الاخر. مشى ياسين مع الخدام وبدا كيتعلم شويه بشويه الماتيريال باش كيخدموا، الطريقه باش كيخدموا، شنو هي النجاره، شنو هو النوع ديال الخشب. والسي علي كيراقب ياسين من البعيد وكيشوف الطموح وعينه محلولين وانه باغي يتعلم الحرفه. شاف في ياسين داك الدري الصغير اللي متعطش للحرفه. السي علي شاف في ياسين راسو فاش كان صغير اول مره حتى هو تعلم الحرفه. داكشي علاش ربي سخر السي علي لياسين باش يعلمو الحرفه. في الاخر ديال النهار كان السي علي كيعطي لياسين شي بركه غير باش ياكل. ياسين دوز معاه 15 يوم، بدا كيفهم الحرفه وكيتعلم شي شويه، ولكن مازال ما كيقيس والو غير كيراقب. كمل الشهر. في واحد الصباح ياسين وهو جالس في المحل ديال السي علي والسي علي مشغول مع الخدام ديالو في واحد خدمه كبيره وكثيره. ياسين كيتعلم وكيشوف كيعاونهم كيمد ليهم ويعطيهم. وهي توقف واحد السياره فاخره قدام الباب ديال المحل ديال السي علي، فيها واحد المراه اللي هبطات منها كل نخوه ومشات عند السي علي وقالت ليه السلام عليكم. جاوب السي علي وعليكم السلام. قالت لي عندي واحد الفيلا وبغيت نخدم ليها الخشب. السي علي تحرج قال لها حنا عندنا خدمه كثيره ما نقدروش نشدوا هذه الخدمه هذه حيت غادي نعطلوها عليك وما غنقدروش نخرجوا راسنا. المراه قالت ليه السي علي هضروا لي عليك ناس كثار وانا ما جيتش عند اي نجار، انا جايه عند السي علي وانت اللي غتخدم ليا. السي علي عاود تحرج وقال لها لا راه ما يمكنش، الخدمه اللي عندنا راه كثير، ما يمكنش نشدوا خدمه واحده اخرى وحنا في يدينا خدمه كثيره. المراه تشبتات وقالت ليه سيدي شوف كيفاش دير، طلب اللي بغيتي في الفلوس غادي نعطيهم لك، المهم انت السي علي اللي تخدم لي هذه الخدمه. هنا نقز ياسين وقال مرحبا لالا، السي علي اللي غيخدم لك هذه الخدمه كوني هانيه. المراه مشات فرحانه ودارت موعد مع السي علي باش يجي ياخذ العبارات. السي علي دار عند ياسين فاش مشات المراه وقال ليه واش عارف درتي؟ راه عندنا خدمه كثيره وما يمكنش نشدوا خدمه واحده اخرى وحنايا عندنا هذه الخدمه الكثيره اللي ما عرفناش فوقاش غنساليوها. ياسين جاوبو بكل ثقه انا غنعاون لك المعلم كون هاني. السي علي جاوبو قال ليه واش انت غتعاوني وانت غير شهر باش تعلمتي الحرفه وباقي حتى ما شديتيها ديال بصح؟ قال ليه السي علي كون هاني انا عارف شنو كندير. وياسين بصح كان عارف شنو كيدير، حس براسو بدا كيشرب الحرفه في وقت قليله ولكن فهم القوالب ديال الحرفه. السي علي قال ليه احنا غنشوفوا ولكن الا حشمتيني مع المراه هذه هي الاخرى لك معايا. ياسين هز المترو ومشى لعند المراه الفيلا باش ياخذ العبارات. خدا العبارات وهو كيتكلم مع المراه بحال شي واحد مدوز في الحرفه 10 سنين. المراه عجبها الحال وعجباتها الطريقه باش كيهضر ياسين. داكشي علاش دورات معاه وياسين رجع للمحل ومعاه العبارات والنوع ديال الخشب اللي بغات المراه. طلب من السي علي يتقدى ليه السلعه اللي غادي يحتاج وداكشي اللي دار السي علي. السي علي واخا ما متيقش ان ياسين يقدر يخرج راسو في هذه الخدمه دار ليه خاطرو وتبعوه حتى الاخر، وهذا كان هو اكبر خير دارو السي علي في ياسين. السي علي تقدى الخشب اللي غادي يخاص والماتيريال اللي غيخص وياسين بدا في الخدمه. في كل نهار ياسين خدام في هذه الخدمه السي علي كيتاكد انه يعول عليه وانه يقدر انه يثيق فيه، حتى لدرجه ان السي علي شك ان ياسين فايت ليه كان نجار. ياسين بغى الحرفه وتعلم، وفي ذاك الشهر اللي كان كيشوف المعلم والمتعلم ديالو خدامين كان كيسرق الحرفه وكيسول وكيدوز سوايع طوال في النهار باش انه يتعلم الفن ديال الخشب وديال النجاره. ياسين مكمل في خدمته وفاش كيحصل كيتشاور مع المعلم والمتعلم
مره يعاونوه مره يخليوه بوحدو. في واحد النهار المراه جات للمحل ديال السي علي، جايه تشوف خدمتها فين وصلات، تفاجات ولقات الخدمه وجدات، وهي تقول للسي علي كيفاش السي علي قدرتي توجد هذه الخدمه وانت عندك خدمه اخرى في هذا الوقت اللي انا باقا ما معولاش عليه، في هذا الوقت القصير. نقز ياسين وقال لها انت في الاول لا قلتي بلي راك جايه عند السي علي وهضروا لك عليه الناس، داك الشيء علاش بلا ما تستعجبي. وزاد ياسين قال لها هاد الخدمه خدمها السي علي بيدو. المراه شافت خدمتها وعجباتها، ياسين والمتعلم مشاو معاها الفيلا وركبوها وقادوا داك الشيء، والمراه تعجبات بالخدمه وعجباتها بزاف. دورات مع ياسين والمتعلم ورجعوا فرحانين. السي علي هنا تاق في ياسين وعجبو الحال بزاف، خصوصا انه ما نسبش الخدمه ليه واخا هو اللي دارها. قال للمراه باللي الخدمه دارها السي علي. هنا السي علي فهم ان ياسين عنده مستقبل كبير في الحرفه وذكي ديال بصح. واحد النهار جا ياسين للمحل لقاه مسدود، ما كاين لا السي علي لا المتعلم. ويلي عمرها وقعت، السي علي كيحل بكري وكيبدا الخدمه ديالو وهو فرحان. هاد المره ساد ما يمكنش، مشى عنده للدار كيسول فيه، دق جاوباتو بنته بنت السي علي، حلات الباب وقالت ليه دخل السي علي راه مريض. ياسين هنا صدم، ويلي عاد البارح كان صحة سلام. دخل عند السي علي ولقاه مجبد في الفراش، جلس حداه قال ليه السي علي ياك لاباس عاد البارح كنتي بخير؟ قال لها ولدي هذه مده وانا مريض وما بغيتش نقولها لكم. السي علي مريض بالضيقه اللي دارتها ليه النجاره، ومع ذلك واخا المرض ديالو كان مصر يمشي كل نهار للمحل ويخدم في النجاره والغبره، واخا الطبيب كان كينصحو وتيقول ليه بعد من هذه الحرفه راه غادي تقتلك. السي علي ما كانش كيسمع الهضره حيت كان كيبغي ديك الحرفه، وبها عيش بنته ومراته قبل ما تموت. ياسين رجع للمحل، عيط للمتعلم وحلوا المحل وبداو خدامين وكملوا الخدمه على امل السي علي غدا غادي يولي مزيان ويلتحق بهم. السي علي ما جاش النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث. السي علي صحته رجعت للور، وفي كل مره كان ياسين كيمشي يطلع عليه كيلقاه كفس من المره اللي قبل. حتى لواحد النهار قدامه الامانه امانته، السي علي توفى. ياسين دارت به الدنيا. كيفاش السيد اللي عطاني الفرصه واللي تاق فيا وبديت الخدمه معاه توفى؟ هادشي بزاف على النحس، حتى كنقول تقادات وكتخسر عاوتاني. المحل ديال السي علي تسد من بعد الوفاه ديالو. ياسين بقى بلا خدمه وهو جالس في البيت ديالو. واحد النهار كيسمع الدقان، حل الباب كيلقى بنت السي علي واقفه. ياسين تصدم، كيفاش عرفاتو فين ساكن وعلاش جات عنده؟ سولها قال لها ياك لاباس؟ قالت له ياسين المحل حرام يبقى مسدود، انت تكلف به. ياسين فرح وفي نفس الوقت حس بها مسؤوليه كبيره. كيفاش غادي يرجع للمحل والسي علي ما كاينش؟ كيفاش غادي يبني سمعه جديده وشهره جديده للمحل بسميتو؟ كيفاش غيولي هو المعلم ديال المحل وهو مازال ما دوجش حتى عام ونص في الحرفه؟ ولكن شنو كتعرفوا على ياسين؟ طاموح وكيزعم. قال لبنتو ولا عليك، المحل غادي يخدم بحال المرحوم عايش. خدا السويرتات من عند البنت وفاق الصباح فرحان وكله حماس وقدام تحدي جديد. مشى للمحل حلو، بدا الخدمه ديالو كيف العاده. وهو خدام في المحل وقفات عليه واحد المراه، هز راسو فيها وهو يتصدم، بقى كيشوف مده طويله وما قدرش يستوعب، نزلت ليه دمعه من عينه. القصه ديالنا باقا ما سالاتش، والا بغيتو نكملوها قولوها لي في كومونتير باش نكملوا في جزء واحد اخر. كان معكم خوكم عثمان، تهلاو.